السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة منوعات شمس. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لينيم اولا بسيجار بواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف وسهله. تقدروا توجدوهم حتى لاخر لحظه، ما كياخذوش معنا وقت بزاف، وكما قلت لكم المكونات سهله وبسيطه. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نتعرفوا على الطريقه والمقادير ديال هاد لي سيجار. اول حاجه غادي ناخذ عندي هنايا تقريبا 1 كيلو ونص حتى 2 كيلو ديال البطاطا. الكميه كتبقى اختياريه. سلقتها مع شويه ديال الملحه وخليتها حتى تسلقات وقشرتها ومعستها. ضروري تمعسوها وهي باقا سخونه. ضغطها لقيتها باقا شويه ناقصه في الملحه وزدتها واحد شويه ديال الملحه كنقادو بها الذوق. معست معها واحد الملعقه كبيره ديال الزبده. صافي دابا غادي نضيف عليها شويه ديال الابزار وشويه ديال البودره ديال الثوم. غادي نخلط هاد المكونات كاملين حتى كتنسم ليا هذيك البطاطا. وغادي نضيف ليها واحد البصله كبيره اللي قطعتها وشحرتها مزيان مع الزيت حتى ولات لي على هذا اللون هذا مذهب، كتعطينا واحد المذاق لذيذ لهاد البطاطا. غادي نضيفها حتى هي، وكذلك غادي نضيف الزيتون بالعظم اللي طحنته في الهاشوار على هذا الشكل هذا. الكميه كتبقى اختياريه. غادي نضيف تقريبا واحد الملعقه ونصف ديال الربيع اللي مخلط ما بين القزبر ومعدنوس. وكذلك غادي نضيف لادان فيمي اللي قطعته طريفات صغار، والموتزاريلا حكيتها على هذا الشكل. غادي نضيفهم حتى هما للحشوه. صدقوني هاد الحشوه كتجي لذيذه، وبالاخص هذاك لادان فيمي كيعطيها واحد المذاق رائع، والبصله حتى هي مع الفرماج كتعطينا واحد المذاق لذيذ بزاف وسهله، وما كتاخذش معنا وقت بزاف في التحضير. واخر حاجه اللي غادي نضيفها وغادي نجمع بها هذه الحشوه واللي هو الجبن. تقريبا ضفت واحد 3 المعالق ديال الجبن، اي جبن عندكم متوفر. غادي نخلط هاد المكونات كاملين حتى كتجانس ليا هاد البطاطا مع هاد المكونات. صافي ومن بعد غادي نوضعها في الثلاجه تقريبا واحد ربع ساعه حتى نصف ساعه، بما كتشد ليا هذاك البطاطا في راسها وكتجمع ما كتبقاش ليا هكا جاريه، وكتجينا ساهله. ملي كنبغيو نشكلوها هكا يا اما كرات باش نديرو بها البريوات، اولا هكا اصابع باش نديرو بها لينيم. صافي كما كتلاحظوا خلطتها مزيان وصافي غادي نوضعها في الثلاجه. كيف ما قلت لكم من بعد ما وضعتها في الثلاجه كتصبح على هذا الشكل. البطاطا كتشد في راسها وكتجينا ساهله. الا بغينا نشكلوا بها اصابع باش نوجدوا هاد القنينطات، غادي ناخذ الورقه. انا عندي هنا ورقه الكبيره غادي نقطعها على 4. غادي ندير لي سيجار عفوا ديالي صغيورين، وانتم كيبقى لكم الاختيار الا بغيتوا ديروهم كبار ولا صغار. قطعتها على 4. غادي نوضع الكميه الاخرى في البلاستيك اليمونتير، وغادي نبدا نخدم بهذه الكميه باش الورقه ديالي ما تنشفش ليا، ما يضربهاش البرد وتقصاح. من بعد ما حليت هذه الكميه اللي غادي نخدمها، غادي ناخذ الورقه ديالي كما كتلاحظوا هذه الجهه الحرشه هي اللي كتكون لداخل، والجهه اللي كتكون ملسه هي كتكون على برا باش كيجينا الشكل ديال السيجار زوين. الا بانت لكم الورقه ديالكم شويه ناشفه تقدروا دهنوها بشويه ديال الزبده اولا الزيت كيف ما درت انا. صافي غادي ناخذ الحشوه ديالي غادي نشكل هاد الاصابع على هذا الشكل. صافي غادي نبدا نجمع لي سيجار بهذه الطريقه، ما نزيروش. وغادي نسدها بالطحين والماء اللي خلطتهم حتى كنحصل على واحد العجينه، وغادي نبدا نسد بها لي سيجار ديالي كاملين. غادي نكمل الورقه ديالي كامله بنفس الطريقه. كيف ما قلت لكم انايا درت لي سيجار، تقدروا نتوما ديروا بريوات كيبقى لكم الاختيار الشكل اللي بغيتو.
بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ، كيف ما كنشارك معكم دائما لا في البريوات ولا في هاد لي سيجار اللي كنشارك معكم. غادي ناخذ واحد البلاطو، غادي نفرج ليه فيلم اليمونتير اولا بلاستيك بيضاء، غادي نسرح هاد لي سيجار ديالي كاملين، غندخلهم المجمد حتى كيجمدوا. من بعد الصباح غادي نجمعهم، يعني كيجوني ساهلين ما كيلصقوش مع بعضياتهم. غنجمعهم وغادي نوضعهم في بلاستيك بيضاء وغادي نحتفظ بهم في المجمد. والوقت اللي بغيتو تجبدوا طيبوهم كتجبدوهم وهمايا يعني مجمدين، كطيبوهم ما كتخليوهمش حتى كيطلقوا اولا كيديكونجلاو. هما باقيين مجمدين كطيبوهم صراحه كيجيو زوينين بحال يلاه نصايبينهم. كنتمنى تعجبكم الحشوه ويعجبكم لي سيجار، واكيد الا عجبكم خليو لي لايكات ديالكم، خليو لي تشجيعاتكم، وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو مقبل والى وصفه مقبله بحول الله.